السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنتكلم عن رؤية الطين في المنام، بس قبل ما اتكلم عنها يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس، واللي ما اشتركش في القناة يا جماعة يا ريت يشرفني ويشترك في القناة يا جماعة. واللي عنده اي استفسار او اي رؤية يخش على صفحتي على الفيسبوك او على اليوتيوب يكتب لي، وان شاء الله انا هكون معاكم وهرد عليكم بإذن الله. رؤية الطين يا جماعة من الرؤى الغير محمودة. اللي بيشوف نفسه في المنام ان هو ماشي في الطين وهدومه او رجليه او كله طين، فده يا جماعة تعب، هم، مشاكل، زعل، نكد، يكفيكوا شره بإذن الله كلنا جميعا يا رب العالمين، ويحفظكم ويحفظنا جميعا. طيب ده او سمع اخبار سيئة. طيب اللي بيشوف نفسه بقى ان هو استحمى او اتشطف من الطينة وقلع الهدوم دي، زوال الهم او المشاكل او التعب اللي عنده. طيب لو حد شاف نفسه ان هو ماشي في الطين الاصفر الرمل الصفراء، فده دليل على تعب، نوع من المرض او مرض او اصابة تعب. ده اللون الاصفر معروف بكده يا جماعة في الرملة في اي حاجة. تمام. فاللي يشوف نفسه ان هو اتشطف او مشي بعيد عنه او قلع الهدوم دي، ان شاء الله ربنا شفاه وعافاه من هذا التعب او المرض ده باذن الله. طيب لو الست الحامل شافت في المنام ان في طينة قدامها او ان هي واقفة قصاد حاجة فيها طينة، فده يا جماعة دليل على حمل، لان خلق الانسان من طين، فدليل على الانجاب. البنت العزباء لو شافت نفسها في المنام ان هي كلها طين ومتدهوله، طب لو شافت ان هي قلعت الهدوم دي واتشطفت وكده، ذهاب المشاكل اللي عندها او الهموم اللي عندها باذن الله. تمام. طب هي لو شافت نفسها ان هي واقعه في حاجه فيها طين والطين كله عليها، ده يعني ده بيبقى فك الخطوبه او الجواز هتفشكل، فده وحش جدا. فرؤية الطين يا جماعة عامة في المنام رؤيتها غير محمودة. تمام. والله أعلى وأعلم، عشان هي جاتلي كتير في التعليقات. يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وفعلوا الجرس.